لسه مع بعض والاقتصاد والمال على 102.2. معنا الآن تليفونيا أستاذ هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب. أستاذ هاني، مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء النور على حضرتك وعلى السادة المستمعين. طبعا احنا دلوقتي عيد الأضحى المبارك، وهل في ارتفاع في سعر الذهب في هذه الأيام؟ ناس كتير بتتجوز، ناس بتجيب شبكة وهدايا على العيد، فسعر الذهب في اليومين دول. السعر في السوق المحلي ارتبط نسبيا بطريقة كبيرة قوي بالسعر العالمي في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي، وهو ده المؤثر الأقوى على عملية تسعير الذهب. امم. آه، فهو يعني ده أكتر من العوامل العرض والطلب حاليا. اه. آه، هو في طلب شوية كان منخفض الوقت اللي فات، امم. بننتظر على قدوم العيد يبقى في طلب متوسط، وننتظر أكتر بعد العيد وأثناء فترة الأجازة والصيف امم. الطلب يرجع لمستواه الطبيعي. امم. امم. كثرة الطلب طبعا بتعمل رواج داخل السوق المحلي في الذهب. اه. بكل تأكيد. هل في سيطرة من شعبة الذهب على المصنعيات اللي بتتباع في المحلات، ولا ده مش موجود؟ لا، هو في توازن على فكرة. الموضوع المصنعية النهاردة قدام المستهلك العديد من المحلات الكتيرة، وهو بيختار المحل اللي يقدر يديله السعر المناسب. اه. اه. طبعا المصنعية بتختلف من منتج لآخر، من شغل 18 عن شغل عيار 21، امم. بتبقى متغيرة بحسب نوع المشغول اللي بيشتريه المستهلك. امم. طيب، يبقى هو عالميا ما هو الإقبال الأكثر على 14، 18، 21، 24؟ كل منطقة جغرافية وكوميونيتي ومجتمع بتبقى ليه ما هو مميز فيه. احنا عندنا. يعني في اه. أمريكا مثلا وأوروبا معظم المشغولات عيار 14. أعظم آه، المشغولات. في الشرق الأوسط اه. بتبقى أكثر ال 18 وال 21. امم. في الهند بيبقى 22 والعيارات الأعلى، امم. امم. وهكذا. دي بتبقى ثقافة مجتمع يعني. ثقافة مجتمع يعني. هل 14 دلوقتي يعني سعره أقل من 18؟ هل في صناعة 14 ممكن تزيد في الفترات القادمة، ولا غير متاح في مصر العيار 14؟ اللي هيتحكم فيها مدى إقبال المستهلك ليها أو رفضه ليها. اه. فهو لو في إقبال نتيجة لسعر رخيص وكده، طبعا بكل تأكيد المصانع هتتحرك ناحية إنتاجه. اه. لكن لو الطلب قليل عليه طبعا هيجي الإنتاج نسبيا. ما بس هو هو موجود في السوق المصري، وإن كان الطلب عليه مش قوي أوي. الطلب عليه مش قوي، ويعني بعض المحلات من خلال تعاملات حتى شخصية ومعرفتي من خلال الأصدقاء، إن المحل لما بيدخل عند محل سايغ يروح يقول له مصنعية ال 14 قد تمنه أو نص تمن الجرام، فما تخليكش في 14، اختار ال 18 أفضل. أنا فالطريقة أعتقد دي. ده لفظ تسويقي أكتر منه حقيقي. تسويقي يعني هو للمحل لأنه نفسه، ما عندوش ما ال عندوش. 14 فبيساوي ال 18 بتاعه. مم. طب هل شعبة الذهب ممكن يعني تعمل حاجة زي طفرة كده، يعني محلات لذهب 14 فقط لبداية الغزو ال 14؟ بصي، مم. هي مش مسألة الشعب أو كده. هو مم. أي منتج بيبقى عليه طلب في الأسواق، اه. أكيد المنتجين على طول بيتحركوا ناحية اللي هو اللي عليه طلب. ما هو الطلب مش موجود يا أستاذ هاني من من المستهلك ما مش شايف. ممكن يعني هو
بس هو برضه هيبقى موجود في مناطق معينة زي ما حضرتك أشرتي. مم. والنهارده في بعض كمان الحاجات الموجودة في السوق، في اللي هو الألماس اللي اسمه لاب جرون دايموند. مم. ده ألماس مصنوع معمليا. اه. ده يعتبر زيه بالظبط زي الألماس المستخرج من الأرض. اه. وده هيبقى موجود برضه في الأسواق قريبا. بيتباع بالقيراط. بيتباع بالإيراد ونفس المواصفات بتاعة الألماس الطبيعي، وصعب التفرقة ما بينهم دي. ونفس السعر. لا طبعا هيبقى أرخص من السعر المستخدم. طيب جميل جدا، ده غزو جديد ومنتج جديد موجود في مصر حاليا. إن شاء الله. ان شاء الله. يعني الفترة اللي بيحصل فيها ركود، يعني تقريبا بحسها ان هي صدمة المشتري ان السعر زاد، لكن بعد ما تحصل فيه توازن شوية ويعدي مدة من الوقت الناس بترجع تشتري تاني. طيب نصايح حضرتك دلوقتي للمستهلك المصري. انا معايا فلوس. هو اه اتفضل. احنا بنقول دايما ان الذهب مخزون قيمة واستثمار طويل المدى. اه. عشان تسيبه سنة واثنين أو أكتر. اه. وبكل تأكيد القيمة هتزداد، القيمة الشرائية بتاعته هتزداد. مم. طيب ايهما افضل في الاستثمار، الجنيه الذهب ام السبائك؟ الاثنين واحد من معامل واحد. الاتنين من معامل واحد. مم. نصايح حضرتك للناس. يعني طول ما عندك فائض من النقد اشتري مم. ذهب. مم. على المدار الطويل انت كسبان 100%. ان شاء الله. توقعات حضرتك للسوق الذهب في مصر؟ مرتبط بالسعر العالمي، واحنا ممكن نتوقع ان احنا نشوف اسعار غير مسبوقه برضه، وارتفاعات على اواخر السنه تقريبا. ان شاء الله. لا ان شاء الله ايه، لا ما مش هترتفع. فالناس تشتري والاسعار منخفضه بتبقى فرصه ايوه بالنسبه لها. ماشي، اللي عايز يشتري ويحوش يعني. تمام. سوق الفضة مفيش إقبال عليه، هل هو له استثمار زي سوق الذهب؟ الفضه ايضا برضه مع الوقت بتبقى قيمتها بتزيد. بس يعني طبعا هو في فرق شويه ما بين الذهب والفضه، لكن هو برضه معدن ثمين اه. ويعتبر برضه مخزون قيمه يعني. يعني برضو بس مفيش إقبال عليه خالص يعني. سوق الفضة يعني مش ملوش إقبال عالي مثل سوق الذهب. برضه هي ثقافه واذواق يعني. بشكر حضرتك أستاذ هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب، نورتني على هواء القاهرة. شكرا ماشي، لحضرتك. الله يخليك. شكرا شكرا لك. شكرا، مع السلامة.